لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. استاذ خليفة معنا ياسين بونو. ياسين، هنيئا لكم، مسار بطولي، مسار استثنائي، دخلتم التاريخ من أوسع أبوابه. اليوم شفنا العياء كان واضح، العياء مرتبط أنه من الناحية الذهنية كيقل التركيز، لكن ما يمكننا في النهاية نقول لكم إلا هنيئا، رفعتوا رؤوسنا قدام العالم كامل. كما الشيء بحال اللي قلتي كيكون واحد العياء سورتو نيفو ايموسيونيل ونيفو هذه، بالاخص المقابله اللي فاتت ضد فرنسا فخرجنا يعني كانت واحد لا ديسيبسيون اللي هي كبيره. فهاد اليومين ماشي ساهل يعني يعني تعاود تفورماطي دماغك ولكن الحمد لله الدراري فدخلوا داروا المجهود ديالهم. كنبغي نهنيهم يعني على كاع هادشي اللي عطاو. نهني المنتخب الكرواسي حتى هو اللي فاز. هادشي اللي كاين. هذا ميلاد منتخب وطني على اعلى مستوى، المشاريع المستقبليه كاس افريقيا ان شاء الله كنتسناوكم في كاس العالم 2026، وقبل منها الجمهور كيتسناكم في المغرب على احر من الجمر. احنا صراحه كنا بغينا نفوزوا بهذه المقابله صراحه، يعني باش يعني الجمهور تكمل عنده واحد الفرحه. ما كتابش. كنبغي نشكر يعني كاع الجماهير اللي ساندونا، اللي جاوا هنايا واللي في المغرب واللي في اي بلد اجنبي. كنبغي نشكرهم وهادشي اللي كاين. غنحاولوا نديروا اكثر من هادشي ان شاء الله في المستقبل. تبارك الله عليك. كان معنا ياسين بونو. قدمتم كثير من الفرحة للشعب العربي والمغربي، لكن اليوم هناك فائز وهناك خاسر، هذه كرة القدم. فبالطبع هذه هي كرة القدم، فهناك فائز وهناك خاسر. ما تأتاش أننا نربحوا باش نفرحوا الجماهير ديالنا المغربيه اللي متعطشه باش اننا نكونوا ما كتبش لينا باش اننا نكونوا في الفينال، وما كتبش لينا اننا نربحوا اليوم. نتمنى اننا نزيدوا نخدموا باش نفرحوا المغاربه ان شاء الله في البطولات الجايين ان شاء الله. شكرا أشرف. شكرا. 10 سنوات بالمغرب، الأمر محزن أن نخسر المباراة. لقد جعلنا الجميع يفخر بنا، ليس فقط في المغرب ولكن العرب والمسلمون، ونحن أحسسنا بكل تلك المساندة. من المحزن أن نفوز تلك المباراة، كنا قريبين جدا من المركز الثالث، وفي آخر المباراة أحرزنا العديد من الفرص وكان بإمكاننا التعادل أو الفوز. الوطني اللي رفع رؤوسنا في دولة قطر. وليد، ما يمكننا الا ان نشيدوا نهنيوكم على هذا المسار البطولي اليوم. شفنا العيال الكبير لانه ماشي مساله تلعب 7 ديال الماتشات في لو تري هو نيفو في لا كوب دي موند قدام مجموعه من افضل المنتخبات في العالم، وهذا بان واضح اليوم. لا سالينا شوف اللي فرحان انا سورتو على الدراري احتاو لو ماكسيموم، ماتوا في التيران. شفتي سالينا ببانون وامرابط في الشارنيير سونترال، بزاف دي بليسي، بزاف د لا فاتيغ. الماتش 7 ماشي سهل، تا حكيم تا اشرف في الاخر كان بزاف د العيا، وحطينا الدراري اللي باش يعاونونا. مي اوني تومبي سور اون ميور ايكيب تكنيكمون. ils étaient bien organisés, شبروا الكرة. Nous on a donné notre maximum et on les a fait douter jusqu'à la dernière seconde. Je pense qu'on a laissé une bonne image. On تعلمنا بهذا لو تورنوا باش نجوا encore plus fort مرة أخرى. خصنا نعرفوا حنا في متعة دالنا ملي كتكون في لي 4 ميور زيكيب ديال العالم، خصك تفرح، خصك تقول الحمد لله وتزيد تخدم. هادشي اللي غنديرو. أكيد وليد، ضحيتوا في مونديال كأس العالم هنا في قطر، كل شيء كيرفع لكم القبعة، ماشي كنجاملك، مي ولد البلاد اللي هز الرايه ديال البلاد عاليا. شنو الرسالة اللي تقول للجمهور اللي غادي يتسناكم إن شاء الله مجرد وصولكم للمغرب؟ هو تجمعنا شهر الكرة جمعتنا بحال عائلة، بلاد كامل فرحوا معنا، حطينا الماكسيموم. بحال اللي قلت مرة أخرى يسمحوا لنا على هاد 2 ماتشات الأخرين، بحق الدراري تقاتلوا ما عندي ما نقول، وشفتوا والروح اللي عندهم. ماتوا على القميص ديال المغرب، وهذه اللي مهمة الروح ديالهم. عارفين دابا ملي كيجوا يلبسوا هاد القميص يتقاتلوا، وهادشي اللي كنا بغينا. وفوالا ما كتبناش، خصنا نتعلموا من هادشي إن شاء الله. هنيئا لكم مرة أخرى سي وليد، بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله. أعود إليك عادل. انتهت مباراة الفريق الوطني المغرب في المركز الرابع في كأس العالم فيفا قطر 2022، ومن الأشياء الجميلة في المونديال اكتشاف نعرفه ونعرف قيمته وكفاءته، لكن اليوم يكتشف العالم. يحيى عطية الله، ما يمكن نقول لكم غير هنيئا لكم هذا المسار البطولي في المونديال.
شكرا لك. واولا كنبغي نشكر اللاعبين اللي قدموا بطوله كبيره، كنبغي نشكر ستاف اللي داروا خدمه كبيره بزاف، كنبغي نشكر الجماهير اللي ساندونا طيله البطوله. خاص الشعب يكون مفتخر بهذا المنتخب اللي اكتسبنا. ان شاء الله مازال غادي يقول الكلمه ديالو، وكنظن اننا نحتل لنا المركز الرابع ما بين افضل المنتخبات في العالم. يعني هذا الشيء خدمه كبيره، الحمد لله مازال نقولوا الكلمه ديالنا، ولا بغيتي تكون افضل خاصك ضروري تذوق من طعم المراره باش تكتسب خبره اكثر، وان شاء الله نكونوا غادي نحسن نضال الجميع في القادم ان شاء الله. يحيى بامانه اليوم شفنا على انه اللاعبين عانوا من الناحيه البدنيه، لانه ضغط المباريات، تلعب مباريات على مستوى 7 ديال المباريات ما كانش سهل ربما. طبيعه الحال مباريات اللي في مستوى عالي كيبغوا جهد بدني اكثر ما هو جهد ذهني عفوا اكثر ما هو بدني. الحمد لله كنظن قدمنا بطوله كبيره ان شاء الله نكتسبوا منها خبره كبيره ان شاء الله باش من هنا لقدام ان شاء الله نكونوا في ما احسن ان شاء الله. كان معنا واحد من افضل لاعبي هذا المونديال، عادل اعود اليك. واحد من افضل لاعبي الفريق الوطني يقدم شهاده ميلاده في هذا المونديال بعدما شارك في مباراه اليوم. Bilal Khanous, félicitations pour le parcours exceptionnel de l'équipe nationale du Maroc. Aujourd'hui, on est parmi les 4 meilleures équipes au niveau mondial. Oui, bien sûr, on a fait un beau parcours, même si aujourd'hui on est déçu. On aurait voulu prendre cette médaille et terminer 3e. Il y avait beaucoup de problèmes aujourd'hui sur le plan physique. Oui, bien sûr, c'est la fin du tournoi, il y a la fatigue qui joue, etc. Mais bon, le coach nous avait dit, il ne pensait pas à la fatigue, il n'y a pas de fatigue, il n'y a rien. Tout se joue dans le mental et il faut tout donner. Et je crois qu'on a essayé aujourd'hui, ça se joue à quelques détails et on est déçus. Merci Bilal, bon courage, à très bientôt. كان معنا